السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتابعون جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتناقل الناس في هذه الأيام أخبار أن المستثمر اليمني الكندي، مطاعم الكندي، صاحب مطاعم الكندي، أنهى أنشطته في صنعاء. الأنشطة التي كانت قيد التنفيذ والأنشطة السابقة التي لها طيلة 15 عاما. هذه الأخبار التي تتناقل، ولم يفصح الكندي عن سبب إنهائه لاستثماراته. طبعا أنا وأنت والجميع من خلال التاريخ الأسود للميليشيات الحوثية، وبالذات التاريخ الأسود للجانب الاقتصادي، الجانب الأمني والجانب الاقتصادي. أنا سأتكلم اليوم عن الجانب الاقتصادي. هذه الميليشيات هي سبب البلاء في الجمهورية اليمنية بالكامل، سواء المناطق التي يسيطر عليها الحوثي أو المناطق التي تحت الشرعية التي تسيطر عليها الشرعية. في عموم اليمن كل المشكلات والبلايا جاءت من قبل الميليشيات الحوثية. هذه الميليشيات لها نظرية تتبعها، وهي إفقار الشعب اليمني بشكل عام. وأول إجراء اتخذته هذه الميليشيات هو توقيف المرتبات. وقفت المرتبات على الشعب اليمني بشكل عام، وهذه أول ضربة وأول قاصمة ضربت بها الاقتصاد وضربت بها الشعب اليمني، لأن توقيف المرتبات أفرز جوعا وفقرا مدقعا عند الشعب بشكل عام. ثم بعدها اتخذت وسائل أخرى للقضاء بعد القضاء على مقومات الشعب، أبناء الشعب، المقومات الاقتصادية، وألجأته إلى الخروج إلى الزبالات وإلى الجوع وإلى الفقر وإلى المرض. انتقلت إلى ما بقي من أركان، وهي الشركات الاستثمارية الأهلية التي توظف جزء من الشعب اليمني في هذه الشركات الأهلية. فالتفتت وانتقلت من توقيف المرتبات، انتقلت إلى ضرب هذه الشركات، ضرب الشركات الاستثمارية وضرب رؤوس الأموال اليمنية. وأي رأس مال يمني استولوا عليه بطرق شتى، بواسطة الوشايات وبواسطة اختلاق المشاكل ومصادرة الأموال. فصادرت أموال رؤوس المستثمرين اليمنيين بشكل غير عادي. فضربت المستثمر السنيدار الشميري، وضربت كثير من المستثمرين. ولم يكن عبد الله ولم يكن هذا فاروق الكندي أول مستثمر ولا آخر مستثمر، بل ستأتي عليهم جميعا. فرضت الإتاوات، فرضت الجمارك مرة ثانية، جمارك مرتين، بدأ يجمرك في الموانئ ويجمرك التاجر على مداخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. وبالتالي ثم بعد هذه الإجراءات التي اتخذتها لرؤوس الأموال الكبيرة ومصادرتها واستيلاء أيادي الحوثي، أيادي الميليشيات الحوثية على رؤوس هذه الأموال، وطفى إلى السطح عدد كبير من البرجوازيين الذين كانوا فقراء متسولين من قبل المتسولين وهم فلما جاءت الميليشيات الحوثية أخذوا وصادروا أموال الناس وأعطوها لأياديهم، وطفوا على السطح مستثمرين رجال أعمال ومصدرين ومستوردين وملاك قنوات فضائية، بشكل غير عادي. هؤلاء من أين جاءتهم هذه الأموال؟ من أموال التجار اليمنيين والمستثمرين اليمنيين الذين كانوا مستثمرين في البلد. ثم النقطة الثانية، بعد رؤوس الأموال الكبيرة، كما ذكرت لكم، كما المشكلات التي اختلقوها للكابوس، كما المشكلات التي اختلقوها لغيرهم من كبار التجار كما المشاكل التي اختلقوها لهايل سعيد، شركات هايل سعيد أنعم، كما المشاكل التي اختلقوها لإخوان ثابت، كم من المشاكل التي اختلقوها لأصحاب العقارات وصادروا العقارات وتملكوها بالقوة، والتي لم يستطيعوا تملكها أوقفوها. هذه هي ميليشيات الحوثي. ثم أتت بعدها جاء الدور على التجار الوسط، على رؤوس الأموال الطبقة المتوسطة. أنهت الطبقة العليا وأنهت الطبقة السفلى، وهو أصحاب المرتبات أنهتهم تماما، وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، الشركات الكبيرة، خلصت عليها. ثم جاءت على التجار الصغار. التجار الصغار هؤلاء تأخذهم إتاوات من أول مناسبة إلى آخر مناسبة. وكل ميليشيا عدد من الميليشيات، ميليشيات الأمن، ميليشيات الضرائب، ميليشيات كذا، تأتي كل ميليشيا ولها قوائم طلبات من هؤلاء التجار، حتى أفقرتهم تماما. أصبحوا لا شيء. الآن الطبقة الوسطى، الطبقة العليا
وطبقة التجار التجزئة قضت عليهم، وقبلها قضت قلنا على أصحاب المرتبات، القوة الشرائية التي يعني تحرك الاقتصاد. المرتبات هذه قوة اقتصادية تحرك الاقتصاد. فيعني جاءوا الآن إلى تجار الوسط وبدأوا يقضوا عليهم، أصحاب المطاعم، أصحاب الفنادق، وكل هذه التجارات ستنتقل لأياديهم، للسلالة، وتظهر يعني شخصيات جديدة تتملك هذه الطبقة الاقتصادية وتقضي على أي يمني متملكها. يعني لن يبقى إلا هؤلاء مصاصي الدماء يمتصوا أموال الشعب وثرواتهم ويبقوا متملكين لها. نفس نظرية اليهود عندما يعني سيطروا على الشعوب بواسطة رؤوس الأموال، وسيطروا على القرار الدولي بواسطة رؤوس الأموال، هكذا يسعون دائما. والنظرية طبقت في إيران، وطبقت في العراق، وطبقت في سوريا، وطبقت في لبنان. أي منطقة تتملك فيها الشيعة أو تستولي فيها هذه الأذرع إيران يحدث هذا، أن الشعب يصبح طبقة فقيرة جدا جدا، لا يستطيع أن يعمل شيء، لا يستطيع أن يتعالج. ووجهوهم للعلاج بواسطة حباب الركب، يقبل ركب السيد، يقبل ركب الولي والمعمم، خلاص هذا الذي لك. أما أنك تتاجر، أما أنك تستثمر، فهذا يعني عرقلوه عليك بعدد من القوانين التي تخدمهم وتخذلك وتفكرك وتغنيهم. هذه هي طريقة الشيعة الاثنا عشرية، يعني تسير بالتوازي مع اليهود، يسيطروا على أموال الشعوب، وبالتالي تنضرب العملات، ما لهم أي صلاح، يتقاتل الناس، ما لهم أي صلاح، تظهر يعني العاهات والأمراض، ما لهم أي صلاح. المهم الشعب يطيح، وهؤلاء هم الذين يرتقون على يعني جثث الشعوب وعلى هياكلهم العظمية، يأكلون ويسرحون ويمرحون. لذلك لا أمل في أن يتنمى الاقتصاد اليمني، لا أمل في أن يتعافى، لا أمل في أن يتعافى الاقتصاد اليمني ما دامت هذه الميليشيات موجودة، لأنها تتغذى على أموال الشعب وعلى إفكار الشعب وعلى سحب أموالهم وتملكها. لا يمكن أبدا لهذا الشعب أن يتعافى إلا إذا أزيلت هذه الميليشيات تماما. كم يحول المغتربون إلى البلاد، ومع ذلك لا يمكن أن تجد لها أثر، لأنهم هم من يأخذون الفائدة، وهم من يضربون الاقتصاد، وهم من يمنعون أن تتملك، وهم من يهمهم كيف يختلقون لك المشكلات لمصادرة أموالك. ولذلك يعني تجد مثلا التجار الذين في مناطق الشرعية آمنين مطمئنين. ليش؟ لأنه دولة بتحكمهم، ولو كان هناك غلاء وهناك بلاء وسبب الميليشيات الحوثية، لكن لك مالك، لك رأس مالك، أنت تتملكه وأنت تسيطر عليه، وأنت لا تدفع إلا الأمور والمستلزمات القانونية الرسمية مثل غيرها من البلدان. يعني الدولة لما تكون دولة موجودة مثلا مثل المملكة العربية السعودية حفظها الله، كم يا ناس مستثمرين وكم يا رؤوس أموال، وكل يوم تنمو تجارتهم ويتملكون وتزداد يعني وارداتهم وأملاكهم، لأن الدولة تحميهم ولا تبتزهم. أما الميليشيات الحوثية فلا أمل في أن يتعافى اقتصاد بوجودها. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.